مرحبا أحبائي، كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. معكم مطبخ أم رزقار، أهلا وسهلا فيكن. اليوم وصفتي فاصوليا عريضة. للمقادير: نص كاسة زيت نباتي، علبة بندورة مقطعة جاهزة 240 جرام، 200 جرام لحمة مقطعة شقف صغار، ملعقة كزبرة، ملعقة دبس بندورة، ملعقة دبس فليفلة، والملح ملعقة كبيرة، ملعقة صغيرة 7 بهارات، ونص معلقة صغيرة فلفل أسود، ومعلقة سمنة، وراس توم، وحبة بصلة، وطبعا عندي كيلو فاصوليا. هلا باخد الفاصوليا بقطعهم هيك بالورب أحبائي. وبهذا الوقت بعد ما بخلص قطع الفاصوليا أحبائي، بعد ما شوحت اللحمة هيك شوي، بضيف المعلقة السمنة والنص كاسة الزيت النباتي. بعد ما بتقلى اللحمة كتير منيح بضيف عليهم البصل، وبضيف فوقها معلقة كزبرة كبيرة. بحركهم كتير منيح، بحركهم شغلة دقيقة أو دقيقتين ليتحمروا كمان الثوم والكزبرة مع اللحمة والسمنة والزيت. وبعدها بضيف الفاصولية. باقي الفاصولية العريضة بدها تتقلى كتير منيح بالثوم والكزبرة واللحمة، وبدها تكون دهنتها شوي فيها، يعني بدها تكون هيك ظاهر أحبائي، بدها تتقلى بالدهنة بس ما منغطية. وهلا بضيف البندورة، وبضيف عليهم، بحركهم كتير منيح وبغطيهم ليتجانس كله البهارات كلهم مع بعضهم. وهون يا حبايبي بحطله شي كاستين ونص مي، لأنه مشان تكون هيك شوي الصوص تبعيتها كمان لا له مريق ولا له كتير سميك، يكون يعني وسط، لأنه بده يتاكل جنبه رز. ولهون بينتهي الفيديو تبعنا أحبائي، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. لا تنسونا باللايك وبالشير وسبسكرايب، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل شي جديد. بحبكم كتير وسلام.